قصة الحب دي بدأت من 12 سنة. تايرا بانكس السوبر موديل الأمريكية وإريك آسلا المليونير النرويجي كانوا مع بعض تقريباً 5 سنين. كانوا كابل جميل جداً وخلفوا ولد، بس ليه اضطروا ينفصلوا؟ إزاي حياتهم بقت بعد كده؟ وابنهم شكله إيه دلوقتي؟ اتفرجوا على الفيديو كامل عشان تعرفوا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس عشان يوصلكم إشعار أول ما أنزل فيديو جديد. يلا نكمل. تايرا لين بانكس ولدت في 4 ديسمبر 1973 في إنجلوود، كاليفورنيا. والدها كارولين لندن كانت بتشتغل مصورة طبية، ووالدها دونالد بانكس كان مستشار كمبيوتر. تايرا كان عندها طفولة صعبة. أهلها طلقوا وهي عندها 6 سنين بس، وده خلاها حزينة جدا. وكمان كانت بتتعرض للتنمر والسخرية من زمايلها في المدرسة بسبب شكلها. ولما بقت عندها 11 سنة حصل لها طفرة نمو وطولت 3 بساط وخسرت 30 باوند، وده خلاهم يلقبوها بالزرافة. رغم التحديات بانكس فضلت مركزة على أهدافها وما سمحتش لآراء الناس إنها تحبطها. وهي عندها 15 سنة ولسه في المدرسة في لوس أنجلوس بدأت مسيرتها في عرض الأزياء. في البداية اتعرضت للرفض من 4 وكالات عرض أزياء، وده بحسب التقارير بسبب ملامحها العرقية، قبل ما تمضي أخيراً مع وكالة إليت لإدارة العارضات اللي تعتبر من أكبر وكالات عرض الأزياء في العالم. وكالة إليت بعتت تايرا لباريس علشان تعرض أزياء الهوت كوتور على منصات العرض، ومن هناك بسرعة بقت واحدة من أنجح العارضات في وقتها ويمكن في كل الأوقات. في سنة 1991 تايرا قدرت تحجز 25 عرض أزياء في موسم واحد، وده كان إنجاز كبير. وبعد كده ظهرت على غلاف النسخة الأسبانية من مجلة فوج، وده خلاها تاخد لقب ناعومي كامبل الجديدة. في منتصف التسعينات تايرا رجعت لأمريكا علشان تركز أكثر على الموديلينج التجاري. في سنة 1996 تايرا عملت تاريخاً لما كانت أول امرأة سمراء تظهر على غلاف عدد ملابس السباحة من سبورتس إلستريتد، وظهرت عليه 3 مرات. تايرا بانكس كانت واحدة من قلة قليلة من العارضات السمر اللي وصلوا لمكانة السوبر موديل. في سنة 1997 تايرا بانكس حصلت على جائزة VH1 كأفضل سوبر موديل في السنة، وكمان هي واحدة من 17 عارضة بس اللي موقع models.com اعتبرهم سوبر موديلز أسطوريين. تايرا كان عندها مسيرة مهنية مذهلة، لكن في حياتها الشخصية كانت غالباً مش محظوظة. في شبابها كانت مرتبطة بالمخرج جون سينغلتون، وكانوا بيتشافوا كأكثر ثنائي جاذبية في هوليوود. مع ذلك علاقتهم ما استمرتش لفترة طويلة. كتير كانوا بيعتقدوا إنه علاقتهم كانت سامة. حياة تايرا العاطفية كانت مضطربة زي ما كشفت في مقابلة مع أوبرا وينفري، ووصفت بعض العلاقات إنها كانت كابوسية. كان في ضربات لروحي وضربات لحالتي النفسية. كمان تكلمت مع رايان سيكريست عن حبيب كان سبب لها أذى نفسي وجسدي. تايرا كان لها علاقات عاطفية مع الممثل ويل سميث والمطرب سيل ولاعب NBA كريس ويبر والمصرفي جون أوتندال، وكمان ناس تانية كتير، لكن ولا واحدة من علاقاتها نجحت. ممكن يكون شغلها كان دايماً أهم حاجة عندها، وجدولها المزدحم بعروض الأزياء والسفر وجلسات التصوير والمقابلات ما خلاش عندها وقت لعلاقات طويلة المدى. في سنة 2003 بانكس عملت برنامج تلفزيون الواقع الشهير أمريكاز نيكست توب موديل، واللي مش بس كانت هي المنتجة التنفيذية له، لكن كمان قدمته بنفسها لأول 22 موسم. البرنامج حقق نجاح كبير جدا، وفي الفترة دي قابلت حبها الجديد في 2013 إريك آسلا. إسلا كان بيشتغل في برنامج نيكست توب موديل النرويجي وقتها. التقارير بتقول إنهم اتفقوا مع بعض تقريباً من أول لحظة، وكل واحد فيهم كان منبهر بالتاني من البداية، وده كان بداية علاقة جدية بينهم. إريك آسلا هو مصور نرويجي ومليونير، اشتغل مع شخصيات مشهورة كتير في صناعة الترفيه، وأعماله اتنشرت في مجلات مرموقة زي جلامر وجي كيو أستراليا وهاربرز بازار وإل. قبل علاقته مع بانكس كان أسلا عنده 3 أولاد من علاقة سابقة. رغم إنه كان ناجح في شغله، إلا إنه علاقته العاطفية مع عارضة الأزياء المشهورة هي اللي خلت الناس كلها تعرفه.
تايرا وإيريك كانوا مع بعض في كل مكان تقريباً، ما كانوش بيفترقوا عن بعض، وبرغم كده قدروا يخلوا علاقتهم سرية لفترة من الزمن. ما أعلنوش عن علاقتهم رسمياً غير في سنة 2015. الجمهور كان فرحان لتايرا اللي ما كانتش في علاقة جدية بقالها سنين، والمرة دي كانت بينة فعلاً سعيدة. تايرا وإيريك كانوا نفسهم يخلفوا مع بعض، لكن بسبب شغل تايرا ومشاكل في الخصوبة الحمل كان تحدي كبير. رغم إنهم جربوا علاجات أطفال الأنابيب لمدة سنة ما نجحوش، وفي الآخر قرروا يلجأوا لأم بديلة. وفي يناير 2016 الزوجين استقبلوا ابنهم الصغير وسموه يورك بانكس أسلا. الزوجين كانوا باين عليهم السعادة جدا، فالمعجبين افتكروا إنهم ممكن يتجوزوا قريب. لكن في أكتوبر 2017 الكل اتصدموا لما عرفوا إنه بانكس وأسلا انفصلوا. ابنهم كان عنده 20 شهر بس. بعض الناس اللي قريبين منهم قالوا إنهم انفصلوا بشكل ودي، لكن كان في شائعات إنه إيريك خان تايرا، ولا أي طرف أكد أي حاجة. إيريك مسح كل صور تايرا من حسابه على إنستغرام، وده زود الشائعات إنها ممكن تكون كانت مشغولة زيادة عن اللزوم عشان تكمل العلاقة. مع ذلك السبب الحقيقي لانفصالهم لسه مش معروف. دي كانت قصة حب جميلة، لكن نهايتها كانت حزينة. تايرا أبعدت ابنها عن الأضواء ومواقع التواصل الاجتماعي لمدة 2 سنين، وبعدين في 2017 شاركت صورة ليه في يوم الأب، وكل الناس تفاجئوا قد إيه كان لطيف وجميل. من أول صورة دي تايرا فضلت تبعد يورك عن السوشيال ميديا، ومعظم الوقت مش بتنزل عنه غير بوستات قليلة على صفحتها. رغم جدولها المزدحم لسه تقضي وقت معاه، وبتروح معاه ماتشات باسكتبول أحياناً. دلوقتي يورك عنده 8 سنين، وتايرا بتوصفه إنه ذكي جداً وبيتكلم 3 لغات. يمكن في يوم من الأيام يورك يمشي على خطى مامته ويبقى موديل هو كمان، مين عارف؟ مع ذلك بانكس قالت إنها مش بالضرورة تتمنى إنه يورك يدخل مجال عرض الأزياء. هي قالت أنا مش بالضرورة أحب إنه يبقى موديل، بس مش هقوله ما تعملش كده. أنا هدعم اللي هو عايزه، بس أتمنى إنه ما يكونش عرض أزياء. تايرا وإيريك انفصلوا من حوالي 7 سنين، بس قدروا يحافظوا على علاقة تربية مشتركة كويسة. وبيتقال إنه إيريك من وقتها أعزب ومركز في تربية ولاده ال4، يمكن لسه مش قادر ينسى حبه لتايرا. وفي نفس الوقت تايرا شكلها كملت حياتها وقدرت تتخطى الموضوع. في 2019 بدأ توعد رجل الأعمال الكندي لويس بيلانجر مارتن، وطبقاً للتقارير الأخيرة هما لسه بيحبوا بعض جداً. وكان في شائعات إنهم اتخطبوا في أغسطس 2020، بس ولا واحد فيهم أكد الموضوع. انت شايفة إن تايرا ممكن تتجوز في يوم من الأيام؟ شاركي رأيك في التعليقات. وكده نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو وعايزة تشوفي فيديوهات زي دي تاني، ما تنسيش تعملي لايك تحت تقديراً. ولو لسه مشتركتيش أكيد هتحبي تشتركي في قناتي وتضغطي على جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد أول ما نزل فيديو جديد كل أسبوع. أشوفك في الفيديو الجاي.